دكتور حسام موافي معروف عنه إنه بيحب يجبر خاطر أي حد، وياما ناس كتير طلعت اتكلمت عن كرمه وأخلاقه وعلمه اللي ملوش آخر، اللي عمره ما فكر في يوم إنه يبخل بيه على أي حد حتى لو هيقدم العلم ده ببلاش. لكن الموضوع ده ما طلعش رباني كده، ده وراه قصة عظيمة واللي كانت سبب في يوم إنها تنقذ حياته. بيحكي دكتور حسام وبيقول إنه في يوم من الأيام واحد من رجال الدين الكبار بدون ذكر أسماء كلمه وطلب منه يجي يكشف عنده في العيادة بتاعته. فدكتور حسام ذوقيا طلب منه إنه هو اللي يجيله البيت ويكشف عليه بدل ما يتعب نفسه ويجي، وفعلا راح وكشف عليه وكتب له علاج. وطبعا دكتور حسام مرضيش ياخد منه أجر، لكن في المقابل طلب منه إجابة على سؤال بسيط جدا. قال له إيه أفضل الأعمال اللي ممكن أعملها عند ربنا ويكون أجرها كبير؟ رد عليه رجل الدين وقال له جبر الخواطر. لو جبرت بخاطر شخص واحد بس دي عند ربنا أكبر من أي حاجة تاني في الدنيا. المهم دكتور حسام خلص معاه وروح على بيته علشان يرتاح، لأن تاني يوم كانت أجازته، وحط تحت يوم أجازته دي مليون خط. وفجأة لقى مكالمة تليفون من جاره بيكلمه ويقول له إن في واحدة قريبته دخلت القصر العيني، وطلب منه بالحرف إنه يجبر بخاطرها ويروح يعدي عليها. فدكتور حسام قال له تمام ماشي، وقفل معاه وكمل نوم ونسي الموضوع. وصحي بقى بعدها بشوية عشان يبدأ يوم أجازته عادي، وفعلا نزل يعمل شوية مشاوير للبيت. بس وهو في الطريق افتكر جملة جاره لما قال له جبر خاطر ابقى أعدي عليها. فطبعا حس ان دي رسالة من ربنا أكيد، أصل مش معقول يعني امبارح كان لسه بيتناقش في الموضوع ده والنهاردة يطلب منه يجبر بخاطر حد، فأكيد ده مش عادي. وفعلا في ساعتها راح مغير طريقه وطالع على القصر العيني. وأول ما بيوصل دكتور حسام المستشفى حصلت مفاجأة صعبة على العقل البشري إنه يتأمل في حكمتها. أول لما بيدخل من باب المستشفى جات له جلطة في القلب، واللي طبعا اتلحقت في ساعتها بحكم إنه هو دكتور وعرف يشخصها بسرعة، وكمان حصلت له جوه المستشفى. يعني اللفة دي كلها ربنا كان عاملها علشان يوديه المستشفى ويلحقه هو. دكتور حسام موافي يبقى أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني ومتخصص في أمراض الباطنة. بعد ما خلص دراسته في مدرسة الأورمان اتخرج من كلية طب جامعة القاهرة، نشر أكتر من 180 بحث وكمان معاه بريتش بورد. بعدها قدر يفتح عيادات كتير خاصة بيه ليها فروع في كل مكان، منها أكتوبر والدقي، لغاية ما وصل إنه يبقى من أكبر أطباء الباطنة في العالم كله. بس في الزمن اللي احنا فيه ده محتاجين حاجة تجيب لنا فلوس بسرعة عشان نقدر نفتح مشروعنا الخاص، وهو ده بالظبط اللي بتقدمه لنا منصة إيفست لتداول أسهم الشركات العربية والعالمية. وما تقلقش، إيفست بتوفر لك إمكانية التداول تبع الشريعة الإسلامية من خلال الحساب الإسلامي، يعني تقدر تستثمر أي مبلغ براحتك من غير ما تشيل هم الفوائد. ومش بس كده، ده كمان في كل مرة هتعمل فيها إيداع خلال شهر 8 هتدخل سحب على رحلات لدول أوروبية كتير ومجانية بالكامل لفردين، وهيكون في فايز كل أسبوع من شهر 8. هسيب لكم اللينك في الكومنتات، يلا سجلوا بسرعة عشان تلحقوا العرض قبل ما الشهر يخلص. نجاح دكتور حسام كان منطقي جدا يتحدف بالطوب، عشان كده تلاقي ناس كتير بتحاول تصطاد في المية العكرة علشان تشوه صورته ومركزه، زي اللي حصل مثلا في تكريمه من الجمعية الوهمية اللي ادعت انها تبع الأمم المتحدة، واللي سمية الخشاب كانت موجودة بتتكرم فيها، واللي اتصورت وهي بتسلم على دكتور حسام، اللي اتضح بعدين انه ما كانش يعرف اصلا مين دي. فازاي بقى حاجة زي دي تحصل؟ مش عارفة مستنيين منه ايه؟ يعني مفروض لو اي واحدة راحت تسلم عليه يقول لها لا معلش مش هسلم عشان مركزي ما يسمحش. دكتور حسام موافي راجل بسيط في كل حاجة، حتى في علاجه للناس بيدور ازاي يعالجهم من الطبيعة وببساطة من غير ما يكتب أدوية هتضر أكتر ما هتنفع. ويمكن بساطته دي اللي مخلية الناس بتحاول تثبت بأي شكل إنه ما يعرفش حاجة عن الطب. بفكرك إن الحلقة دي برعاية منصة إيفست للتداول، هسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتات، يلا سجل بسرعة عشان تلحق عروض شهر 8.